انا هتحصل مصيبة عندي ولازم حل، والسبب في المصيبة دي صاحبي والسكرتيرة بتاعتي. هحكي لكم حكايتي وقولوا لي رأيكم ضروري، لان في مصيبة وبيتي هيتخرب. الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وصاحب المشكلة بيقول: انا وصاحبي ومراتي قررنا ان احنا نعمل شركة مساهمة احنا الثلاثة، كل واحد بفلوسه الخاصة وكل واحد ليه اسهم معينة في الشركة. وفعلا اسسنا الشركة وكانت من انجح الشركات. في البداية كان شغال معانا سكرتير راجل، وبعد كده حصل له ظروف ومشي. وعملنا اعلان انا وصاحبي، لان مراتي ما كانتش بتنزل، انا اللي كنت متولي كل ادارة الشركة انا وصاحبي. عملنا اعلان وفعلا طلبنا موظفين، ومن ضمن الموظفين او من ضمن البنات اللي جت بنت مميزة جدا، السي في بتاعها فوق الممتاز وشكلها جميل وهتبقى واجهة حلوة للشركة. انا وصاحبي لاول مرة نتفق على حاجة فاتفقنا عليها وعيناها، بس كان مشكلتها ان ظروفها المادية على قدها واللبس بتاعها طبعا على قده. انا وهو صرفنا لها مبلغ علشان تقدر تجيب بيه لبس وتبقى واجهه للشركه، وفعلا راحت وجابت اللبس واتغيرت خالص وبقت مثيره وجميله جدا، واحنا عارفين انها اصلا جميله. طبعا انا وصاحبي على طول كنا بنبص لها ومبهورين بجمالها، هو يقول لي ده جميله جدا وانا اقول له اه والله ده في منتهى الجمال. واحنا متعودين انا وهو كاصحاب نتكلم نتريق، نشكر في دي كده يعني كأي شباب يعني. بس انا لاحظت حاجه غريبه، لاحظت انها مهتميه بيا بزياده وبتيجي تهزر معايا انا، وبترفض هزار صاحبي وبترفض تتكلم معايا. ودايما كانت بتيجي تشتكي منه قدامي وتقول لي ده هو هزاره رزل وبيتكلم كلام مش كويس وبيعاكسني على طول. وفي مره لقيتها داخله عليا وبتطلب مني فلوس. سالتها ليه، قالت لي انا عندي ديون وظروفي وحشه وعايزه اسدد الديون دي. هو كان مبلغ كبير شويه بس انا سلفته لها، لاني حسيت ساعتها انها ملزمه مني. ما اعرفش ايه الاحساس ده، بس ده اللي حصل. من ساعتها بدأنا نقرب من بعض، وهي بقت تكلمني كلام حلو وتشكر فيا وحسستني ان انا هيرو. يعني كانت تقول لي انت احسن من ابويا، انت احسن من اخويا، انت لو جوزي مش هتعمل معايا كده. المهم الامر اتطور ما بيننا وحبينا بعض. بعدها لقيتني بعرض عليها وبقول لها انا عايزه اتجوزك. هي اول ما سمعت فرحت ووافقت، وفعلا اخدت ميعاد مع اهلها ورحت اطلبها، بس شرطت عليهم ان الجواز يبقى عرفي. وافقوا ورحبوا وقالوا مفيش مشكله، واجرت لها شقه مفروشه واتجوزنا وقعدت فيها. وطبعا الموضوع ده ما طلعش ما بيننا علشان خاطر كنت خايف يوصل لمراتي، بالاخص اني ما اقولش لصاحبي، لان صاحبي ده حاطط تحته 1000 خط علشان مراته كانت صاحبه مراتي، وخاف يقع في الكلام ويقول لها وهي توصل لها الكلام. وعدى على جوازنا حوالي 6 شهور، وكانت من اجمل ال6 شهور. بعدها بدأ صاحبي يتحرش بمراتي اللي هي السكرتيرة، وجت اشتكت لي وقالت لي ده هو بدأ يكلمني كلام وحش وبيمد ايده عليا. طبعا اول ما سمعت كده ما قدرتش استحمل، بس ما اقدرش اروح اواجهه. وهنا قعدت اراقبه من بعيد، واول غلطه عملها معاه طبعا انا مسكته وزعقت له، وهو اتفاجئ مني اني بكلمه بالاسلوب ده. وساعتها قال لي ايه مشكلتك يعني، دي اول مره نعملها، طب ما انا وانت بنتكلم عادي وبنهزر عادي ومفيش اي مشكله، انت ليه بتتحمق مع دي بالذات؟ وساعتها اتحججت له، قلت له علشان خاطر اخاف انها تسيب الشغل، وانت عارف ان احنا مش هنلاقي واحده زيها وهي شايله الشغل كله فوق دماغها. بس من ساعتها حسيت ان هو اتغير واسلوبه معايا اتغير. وفي يوم لقيته بيقول لي انا مش جاي النهارده. وطبعا انا ما اديتش اخوانه وقلت له ماشي مفيش مشكله، انا هكمل الشغل واشوف ايه اللي ناقص واعمله. وانا وهي طبعا علشان قاعدين في شغل واحد وبحكم ان احنا متجوزين فقاعدين براحتنا، فجت قعدت معايا في المكتب وقعدت على المكتب وبنتكلم وبنحب بعض وبمسك ايديها وقاعد معاها قعده رومانسيه. واتفاجئت بصاحبي فتح باب المكتب ودخل فجاه وشافني في الوضع ده. اول ما شافني طبعا وشه اتغير، وهنا هي اخذت نفسها ومشت وخرجت بره، وقعد يقول لي يعني انت بتحرمها عليا وبتحللها لنفسك، طب ما انت هو قاعد معاها وبتحب فيها، ده صح ده ينفع يتعمل في الشركه، وانت كسفتني قدامها قبل كده وعملت معايا مشكله وقلت لي مش هينفع تعمل كده علشان خاطر ما تسيبش الشغل، انت بتحللها لنفسك وبتحرمها عليا. واخد موقف مني، وطبعا انا حفاظا على ماء الوجه قلت له ما فيش اي حاجه من دي، انت جايلك تهيؤات، وكان كلام عادي جدا. طبعا انا عارف ومتاكد انه ما دخلش في دماغه اي كلمه من اللي بقولها، وسابني ومشي. ومن ساعتها اموره كلها متلخبطه معايا وكلامه قليل معايا ومتغير عليا. بس اليوم ده كنت حاطط ايدي على قلبي، خفت ساعتها لا يروح يقول لمراته ومراته تروح تقول لمراتي وتبقى مشكله وبيتي يتخرب. ورحت علشان ابص لمراتي يوميها واشوف ايه الجديد او ايه اللي وصل لها، بس الحمد لله عدى على خير.
واطمنت وقلت خلاص الامور عدت. وبعدها باسبوع اتفاجئت بمراتي جات لي على الشركه ودخلت عليا مره واحده وفتحت المكتب. حمدت ربنا ساعتها ان السكرتيره ما كانتش موجوده. دخلت ووشها بيجيب الوان وبتقول لي فين السكرتيره اللي هنا. طبعا انا ناديتها من المكتب وهنا بعرفهم على بعض، لقيت مراتي بتعاملها وحش، وفجأة قالت لي البنت دي مش مظبوطة وانا اسمع ان في حاجة مش مظبوطة ما بينكم ولازم تمشي. هنا انا ما رضيتش اتكلم معاها كلمتين على بعض، غير ان انا قلت لها اللي وصل لك ده مين؟ قولي لي يعني انت من امتى بتشك فيا؟ قالت لي مالكش دعوة مين اللي وصل لي، الست دي تمشي يعني تمشي. وانا قعدت اقنع فيها وقلت لها طب اديني مهله شهرين بس ولا حاجه علشان اشوف حد جديد ويمسك الشغل. بعد ما اقنعتها وافقت ومشيت وسابت المكتب. بعدها طبعا انا اتكلمت مع السكرتيره اللي هي مراتي وقلت لها لازم نهدي الامر شويه، ولازم تقعدي حتى اضعف الايمان الشهرين دول علشان مراتي تطمن انك سبت الشركه. قعدت تعيط ساعتها علشان هي بتاخد المرتب وبتدي جزء لاهلها علشان ظروفهم على قدها، بس في الاخر انا اقنعتها وقعدت فعلا. وفي يوم لما جبت الراجل علشان ينظف المكتب كالعاده، والراجل ده عارف المكتب وعارف الاجهزه اللي فيه وهو بينظف المكتب من فوق وبينظفه من تحت، اتفاجئ ولقى جهاز موجود تحت المكتب. لقيته بينادي عليا وبيقول لي يا فندم تعالى الجهاز ده انا حاسس ان هو جهاز تصنت. فعلا ببص على الجهاز لقيته فعلا جهاز تصنت. اول ما شفت ده واتفاجئت بيه جه في دماغي على طول اللي عمل ده هو صاحبي، لان مراتي ما بتجيش كتير، يعني جت مره ولا حاجه وقعدت 10 دقايق وانا كنت موجود. فطبعا استبعدتها من الموضوع وقلت صاحبي ورا الموضوع ده، واتصلت عليه بالفعل قلت له ينفع تعمل كده وتحط الجهاز عشان تتصنت؟ انت عايز توصل لايه بالظبط؟ رد عليا وقال لي انا ما عملتش حاجه وانت جايلك تهيؤات وشوف مين اللي حط لك الجهاز ده، وطبعا كدبني وانا ما صدقتوش. اتصلت عليه تاني وقلت له تعالى علشان نقعد مع بعض ونحل اي موقف ما بيننا يعني. فجالي، فوانا قاعد بقول له ينفع انت عايز توصل لايه؟ ده ما ينفعش وما يصحش وبتكلم معاه بقى عادي يعني، وفي دماغي ان هو لسه ما وصلش لحاجه او ما يعرفش حاجه. واتفاجئت ان الجهاز ده محطوط من بدري وهو سمع كل حاجه وعرف انها مراتي. وساعتها قال لي انا مش موافق على اي حاجه من اللي انت عملتها، والمفروض ان المكتب ده مكتب اكل عيش والست دي ملهاش شغل تاني. انا عارف ان انت منيم الموضوع لحد ما مراتك تهدى والدنيا تهدى. وانا وقتها طبعا كنت مضغوط جدا بسبب البيت وبسبب الحاله اللي انا بقيت فيها. لقيت نفسي بزعق معاه ومسكنا ببعض تقريبا، ورد عليا وقال لي انا عايز افضي الشراكه ما بيننا وعايز حصتي وهمشي واسيب الشركه. انا طبعا صدمت ساعتها وما بقتش عارف ارد عليه، وحسيت ان انا في دوامه. مراتي واخده موقف مني ومعرفش ايه اللي وصل لها بالظبط، بس بالتاكيد موضوع الجواز ده ما وصلش ليها، بس هي شاكه ان في حاجه غلط، او صاحبي بيقول لمراته ومراته بتروح توصل لها حاجات معينه علشان خاطر ياثر عليا ويهد بيتي. انا طبعا وقفت في النص ومش عارف اراضي مراتي، وفي نفس الوقت لو هعمل اللي صاحبي بيقول عليه الشركه بتاعتي هتقع، وطبعا لو رفضت او اجلتها حاسس ان هو بدا يبتزني. في وسط كل اللي انا فيه ده اتفاجئت بالسكرتيره اللي هي مراتي عرفي بتتصل عليا بتقول لي انا عايزاك ضروري. بعد الحاح منها رحت لها واتفاجئت انها بتفاجئني انها حامل. اول ما سمعت كده طبعا العفاريت كلها اتنططت قدامي لاني انا مضغوط وما كنتش مستحمل. هنا قلت لها ازاي احنا متفقين ان احنا نأجل الخلفة وما تخلفيش دلوقتي وعلى اساسه اخدتي منع للحمل. وهنا لقيتها بترد عليا بتقول لي والله انا نسيته وتقريبا بسبب اني ما خدتش بالي حملت. اول ما سمعت نسيته دي قلت لها خلاص دي غلطتك شيليها انت بقى، انا ماليش دعوه باي حاجه ومش هعترف بالطفل ده، وشوفي انت هتعملي ايه او دوري على دكتور يسقطك، بس ابعدي عني وانا هديكي فلوس سقطي نفسك ونتطلق وكاننا ما شفناش بعض قبل كده. طبعا هنا اول ما سمعت كده قالت لي انا هاخد حقي منك كده كده هاخده بالقانون ولازم تعترف بالجنين. وساعتها رزلت عليها في الكلام وقلت لها على فكره انا مش مقتنع ان ده ابني، والله اعلم ده ابن مين، وخدي بالك صاحبي كان بيشغلك وانا عارف ده كويس، وشوفي يمكن هو ابو البيبي اللي انت بتقولي عليه. هنا طبعا انهارت قدامي وقالت لي خلاص حقي هاخده عن طريق المحكمة وهعرفك ازاي تعترف بابننا وازاي اخد حقي منك تالت ومتلت.
طبعا سبتها ومشيت، ودلوقتي انا قاعد ما بقتش عارف اتصرف. انا مراتي مولعه البيت، وصاحبي مصمم ان هو يفضي الشراكه ما بيننا، وطبعا الشراكه لو اتفضت دلوقتي الشركه هتضيع وبيتي بيتخرب، وخايف في نفس الوقت يروح يوصل لمراتي موضوع الجواز. فمش عارف اتصرف ومش عارف اعمل ايه. كل اللي انا قدرت اعمله اني مش هعترف بالجنين ولا هعترف بيها، بس خايف المشكله تكبر وبيتي يتخرب ومراتي تعرف كل حاجه. فقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. اولا انا مش هقول لك تعمل ايه لانك عملت خلاص. عايزه اقول لك انت راجل ناضج عارف انت بتعمل ايه كويس، واي حاجه انت عملتها بكامل قواك العقليه وبكل ارادتك. مفيش حاجه اسمها ست بتسرق راجل، ولا هي ضحكت عليك ولا اي حاجه، ولا شربتك حاجه اصفره. فالمفروض تبقى راجل للاخر وتعترف بالجواز، وبتعترف كمان بالجنين اللي في بطنها. ده اقل واجب ممكن تعمله مع بنت الناس. انا مش هفتي واقول لك اي حاجه تانية، ولا هنرغي في الموضوع ده كتير واقول لك انت ليه عملت كده. اللي حصل وخلاص، انت قدام امر واقع، فلازم تتعامل معاه بكل رجوله. لان باختصار البنت اللي اتجوزتها دي بنت ناس، بغض النظر هي قبلت هي واهلها يتجوزوك عرفي الله اعلم. انت دلوقتي بتقول ظروفهم الماديه، واضح ان هي كانت عايزه ترتاح ماديا، وفي نفس الوقت راعوا ظروفك وحافظوا على مراتك وحافظوا على بيتك، علشان كده وافقوا على الجواز العرفي. فكل واحد عارف هو كان عايز ايه بالظبط، فالمفروض تحترم ده. هتعمل ايه؟ هتعترف بالجنين وهتحول العقد العرفي المفروض لعقد رسمي، وبعد كده تقعد مع مراتك وتفهمها، قول لها والله حصل 1 2 3. مراتك اقتنعت ورضيت ووافقت وهتعيش معاك على الاساس ده، ماشي. مش هتعيش، لا حريه الاختيار، تقعد او تطلق. طبعا اللي انا بقوله ده الطبيعي، لو اي حد هيرد عليك هيقول لك تعمل كده، لان ده الف برجوله. يعني اللي انا بقوله ده المفروض يعني يبقى موجود عندك، بما انك خدت خطوه زي دي. كمل بكل رجوله. انت ما عملتش حاجه غلط. لو هنفرض يعني انت ما عملتش حاجه غلط، انت بقى بتعترف ان دي غلطه بعد اللي انت عملته وبعد ما اتجوزت، دي حاجه تخصك. شيل غلطك لغايه الاخر واعترف بجوازك، لان دي بنت ناس وحرام تظلمها. وطبعا ده رايي، انا هسيب الراي للمتابعين، وبالتاكيد برضو مش هيختلفوا على الراي كتير يعني، والله اعلم. ودي كانت حكايتنا، خليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.